السلام عليكم حبايب قلبي الشوكولاتات الحلوين اللي منورين وعند ايه عائلة سيد وهبة ايه منورين ومشرفين طبعا مش محتاجة كلام. تعالوا بقى النهاردة هنعمل وجبة سريعة حلوة جدا جدا لأي ست بيت كسلانة تعبانة مش قادرة. اصلك ماليش مزاج النهاردة اعمل اكل. الاكلة دي مش هتاخد في ايدك تقريبا ربع ساعة، وطبعا تنفع سيدات اللي بتشتغل العاملات. ربنا يعينكم طبعا. دي مش هتاخد في ايدك اي حاجه تقريبا، لو حاجتها عندك مش هتاخد في ايدك وقت، وهتاكلي كمان احلى وجبه. ايه دي الاكله دي؟ دي صينيه بطاطس بالاجنحه. ما شاء الله، يعني مش عارفه اوريها لكم ازاي، بس استنوا هقلب لكم الفيديو وهوريكم شكلها عامل ازاي. شكلها يشهي جدا. طبعا ما تنسوش لايك، الشير، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا هوريكم شكلها، هقلب لكم الكاميرا وشوفوا جمالها. ومقاديرنا بقى معانا كده كيلو من البطاطس متقطعه مكعبات، هوريكم ازاي دلوقتي قطعتها. ببتدي كده البطاطسية بقطعها على 3، وكل جزء قطعته بقسمه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. تمام، موضوع سهل وبسيط وواضح جدا اهو قدامكم. ومقطع حوالي 3 طماطمات قدامكم وهم ورا، 3 طماطمات كده كبار، وقرنين فلفل رومي، على قرن فلفل حراق. طبعا لو مش حابين الحراق ممكن تشيلوه عادي جدا. ومعانا البهارات بتاعتنا بقى، هي عبارة عن فلفل اسود، واحدة من الماجي هتشوفوها دلوقتي، ولورا، وشطة، وتوم باودر، على بصل باودر، وبهارات فراخ. كل ده معالق صغيرة مليانة. واللي مكانش متواجد عندي البابريكا، لو متواجد عندك برضو حطي معلقة منها، بتديها نكهة جميلة. معايا كده كيلو الا ربع من الأجنحة. شوحت البصلة كده مع زيت وسمنة مع بعض، شوحتها وبعد كده نزلت بالأجنحة بتاعتي. شوحت الأجنحة مع البصلة زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، وبدأت أنزل بالبهارات بتاعتي هقلبها. وبعد كده هنزل ب اللهم صل على النبي الخضار بتاعي اللي انا قلت لكم عليه، وكمان هنزل بالبطاطس، وده كله هشوحه مع بعض تشويحه حلوه. وبعد كده هنزل بميه مغليه عليها. اكون طبعا في الوقت ده مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. اقلب التقليبه بتاعتي التمام، واحط الميه ويا دوبك تغلي، احط الاجنحه على الوش، وادخلها على الفرن في الرف اللي تحت على طول، منها للفرن على طول. هسيبها تغلي لحد ما تتسبك معايا شويه قبل ما اطلعها على طول. اديها بس ايه وش في الشوايه كده، وتطلع معايا بالمنظر الرائع ده. الف هنا وشوفها على قلبكم، جربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع الف سلامه، صلوا على الحبيب المصطفى.